كان له دور كبير في اللعيبه فقدوا التركيز. قرارات عكسيه، تيجي تلقى الفاول تقول هذا للهلال يحسبوا للاتحاد، فاول للاتحاد يحسبوا للهلال. يعني اللعيبه حتى فقدوا الثقه فيه داخل الملعب. الهدف الاول اذا انت عارف الكول حقك صح، ليه تجمع التو لاين مان وتتفاهموا عليه؟ ليه تجلس؟ خلاص ما حسبته هدف، لاعب مصاب مرمي على الارض ما توقف اللعب. يعني حتى في راسه الإصابة هذه المفروض حسب قوانين الفيفا دغري توقف اللعب، لأنك أنت ما تدري إيش مدى خطورة الإصابة هذه. بالعكس أنت سمحت للاعب ياخذ فرصته والمدافع طايح على الأرض وسجل الهدف وحسبته، بعدين ترجع تستدعي التو لاين ماتش، معناته أنك أنت مهزوز ما أنت عارف إيش قررت. محمد اشوفك اليوم معصب ابو محمود. انا ماني معصب، انا احمي حقوق الاتحاد. بس خليني اسالك، انت في السابق كنت طالب بالحكم الاجنبي، لا الان لا رجاء في تسجيل. لا تسجيل، انا طلبت حكم اجنبي؟ لا في البدايه. لا يا اخي الان طالب حكم اسمح لي لا تجلسوا تقولوني كلام ما قلته، جيب لي التسجيل. اي شالنج يو. انا قلت عبد الرحمن السلطان هذا المفروض ما يحكم مبارياته، انا اثبت كلامي اوت. مباراتين اخرى عبد الرحمن السلطان ما ادى اداؤه، اما عمري ما قلت حكم اجنبي وافضله على السعودي. طول عمري اقول السعودي، واليوم اثبتنا للملا انه الحكم السعودي افضل من الاجنبي من المهزله اللي شفناها. لو حكم سعودي اليوم بيدير المباراه فلتت المباراه بالطريقه هذه اللي انتم شفتوها، رجل مو عارف يلم المباراه، وفي لحد لفهد المولد كرت، وفي فاول نفس الفاول للاعب هلالي ما اداله الكرت الاحمر. طيب انت نواف العابد هذا سوء سلوك وراح هناك للجمهور، اديله كرت احمر، مو تجلس ما انت عارف تحل الامور. خليت اللعيبه ينرفزوا على بعض وجالس يتفرج. هذا الحكم الاجنبي. هل احرجتكم جماهير الاتحاد اليوم من خلال ما شاهدناه؟ جماهير الاتحاد احبها، ولو ما حبها للاتحاد ما ملأت الملعب، واقول لها ان شاء الله قدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله نعوضهم بكاس ولي العهد. واقول لهم لسه لا تفقدوا الامل، لسه في 6 مباريات ما نعرف ايش يصير في المباريات الاخرى. ممكن 3 مباريات مباراتين تخدمك بنتائجها وتنطلق انت، والدوري ما انتهى. وابغاهم نفس الشيء يجوا يعبوا الملعب، وفريقهم ممتاز رغم المشاكل اللي بنواجهها. اليوم فريق الاتحاد يهاب من اي فريق. اليوم شفتوا انتوا الهلال الشوط الاول مو قادر يهاجم، مقفل تكفيله تام، وهذا تتكلم عن فريق الهلال. فلذلك التوهج والاحترام للفريق الاتحاد وهيبته الحمد لله كل فريق يهاب نادي الاتحاد حاليا، وعلى الجمهور الصبر. وان شاء الله نحن في طور ان شاء الله تطوير الفريق، في طور تسديد الديون، وكل ان شاء الله الامور هذه ان شاء الله نتمنى ان شاء الله ربنا يدينا القدره للسنه اللي تيجي ان شاء الله يشوفوا كمان الفريق احسن من كده، لانه عندي نمور في الملعب وفعلا احترموا الجرس اللي لابسينه ويحبوه. كل الربكه اللي انتم شفتوها الحكم للاسف الشديد ما عرف يدير المباراه صح. قرارات عكسيه، ايش تتوقع من الجمهور لما يكون فاول للاعب ويلقاه ضده؟ ايش تتوقع من الجمهور؟ حكم هو كان نقطه تحول في المباراه، هدف ادواردو شحن اللاعب. طبعا امالها هدف ادواردو يا اخي، لاعب مصاب، انت كيف تسمح لو اللاعب بلع لسانه لا سمح الله؟ طيب هذه الثواني كان راح فيها اللاعب. يعني حتى ادبيا من ادواردو، انت شايف اخوك اللاعب مصاب، المفروض احتراما للخصم وحسن السلوك طلع الكوره برا، مو تكملها وتشوتها في الباب. احب المباريات ورا بعض، ويمكن انتم شفتوا نحن دوبنا نصعد بمستوانا، يجي يوقفوا الدوري نرجع من حيث بدأنا. انا بالنسبه لي المباراه هذه مباراه تجهيزيه لمباراه النصر، الحمد لله ما خرجنا لا باصابات ولا شيء. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. مبروك شقائنا نادي الهلال، هارد لنا. ان شاء الله المباراه هذه تكون خير لنا النهايه ان شاء الله. المباراه انتهت بخيرها وشرها، حاولنا وقاتلنا داخل ارض الملعب، الله ما كتبها، لكن ان شاء الله نعوضها بالنهايه باذن الله. شاهدنا الاعصاب انفلتت اليوم من لعيبه الاتحاد، غضب جماهيري، رمي المقذفات العلب على ارض الملعب. ايش اللي صار من وراء هذا الاحتقان تحديدا اليوم بالنسبه لكم انتم كاتحاديين؟ يعني ممكن من كثر حرصنا على المباراه، ممكن زملاء اللاعبين خرجوا من جو المباراه، العصبيه تحصل، لكن اتمنى انه المباريات الجايه انه مهما كانت النتيجه نحاول ان نحافظ على تركيزنا، لانه المباراه 90 دقيقه، ما اعتقد المباراه انتهت في اخر الدقائق. كانت فرصه كبيره بالنسبه للاتحادين اليوم انهم يقربوا الى الصداره اكثر واكثر،
وتوسيع تقليل توسيع الفارق ما بينكم وما بين الهلال، اليوم هذا الامر ما يحدث. هذا اللي حاولنا انه احنا نحصل عليه، انه نطلع بالثلاث نقاط. تركيزنا كان على المباراه، كل مباراه نعطيها تركيزها. طبعا 3 نقاط راحت بخيرها وشرها، لكن ان شاء الله المباريات الجايه في فرصه ان شاء الله انه نحافظ على مركزنا ان شاء الله. ادواردو اللي سجل الهدف، يمكن كان في تعليقات كثيره من جمهور نادي الاتحاد ومن لعيبه الاتحاد، انت يعتبر كقائد بالنسبه للاتحاد، كيف شفت انت هذا الهدف؟ والله انا بالنسبه لي صراحه ما عندي اي تعليق يعني. ممكن احنا لو احنا نادي الاتحاد كان ممكن طلعنا الكوره. هذه الكوره في النهايه اخلاق، ما اعتقد الهدف الاول ما اعتقد كان فيه اخلاق صراحه. شاهدنا كمان الحكم وزع بطاقات ملونه كثيره، ايش اللي صار بعد هذا الهدف بالنسبه لكم داخل الملعب؟ هو ممكن غضب زملاء اللاعبين على الشيء اللي حصل في الهدف الاول، لكن التحكيم احنا ما يعني في جهات مختصه هي اللي لها الحكم على التحكيم، احنا لنا داخل الملعب، لكن ما ان شاء الله لازم احنا نحاول نعدل المباريات الجايه. جمهور الاتحاد اللي خرج متالم اليوم وزعلان كثير من هذه النتيجه، كان يطمح انه الفريق يقدم له 3 نقاط. يعني الحمد لله كنا قدمنا مستوى طيب داخل الملعب، قاتلنا. جمهور الاتحاد ممكن زعلان على النتيجه، لكن هم عارفين انه لاعبين الاتحاد ما راح يخذلوهم ولا كان شيء بيدهم داخل الملعب، الله ما كتبها، قاتلنا، لكن ان شاء الله راح نفرح مع بعض باذن الله من الجميع. حرام اللي تسوونه، ترى ما يرضي الرحمن، أشوف بعيني إسراف يضايق خاطر الشفا. السيرة كفو 1-1 المباراة. سلام 1-1 متعادلين يا غبي. شكرا. مو غشاش الحكم، ايش دخل الحكم؟ ايش خد تفرج عزاز، ايش خد تفرج؟ خد تفرج. مهزوم. لو انت كبير تسجل هم هدفات، تسجل كاس. ايش بك انت؟ غير قناه لنا نبغى نتفرج المباراه، خلت المباراه تنتهي عادي، انا ولا نزل فريق عادي مزعج. خلاص معلش هد حصان. ايش بك انت معصب؟ ايش دخل جعفر؟ ايش دخله؟ من قال يطب معاهم فريق وهذا لازم يفوز معه، يطب معاهم. والله مو غش ولا شيء. تعال تعال بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة
قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. الله يا ولد، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟